حبايب فاطمة، النهاردة هنعمل أكلة اقتصادية موجودة في كل بيت. الأكلة دي هعملها بطريقة الزمان وريح الزمان وطعم جنان في جنان، وكمان شوية رز متحمرين تاكلي منهم تنسي اللي كان، والبطاطس تاكلي منها وتنسي الدايت كمان. تعالي يا ست الكل انت وهي شوية مية مغلية ونسقط الفراخ الحلوة دي. تعالى اكلمكم في موضوع زي ما تعودنا، كل ما بنيجي نطبخ ندردش شوية. ايه رأيكم في الناس اللي بتنقل الكلام؟ الناس اللي بتبقى قدامك بتضحك في وشك وتقعد تهزر وتتكلم وتحسسك ان انت كل حاجة في حياتها، مسافة مسابتك تقعد تتكلم عليكي وتقول دي صفاتها وحليتها، واللي مش فيكي تجيبه فيكي. على رأي ستي الله يرحمها كانت تقول في الوش مراية والقفس اللاية. يعني تقعد تتكلم قدامك وانت حبيبتي وانت ومن وراكي تقعد تتسلى عليكي، بدل ما تجيب لب تقعد تتسلى عليكي وتقعد تنم عليكي وتدخل كمان بيتك تستكتر الخير عليكي. المهم خلينا في صينية البطاطس دي. انا كنت مسيحها زبدة وكنت معبيها بطرمانات، فبنتي ربنا يهديها يا رب جابت بقى ايه الزبدة بالمرطة، حطيتها في الصينية، وحطت ايه البصل زي ما اتعودنا وفصين توم وقرن فلفل. بس طبعا انت لما تيجي تعملي البطاطس بتاخدي زبدة بس او سمنة او زيت حسب ايه ما انت بتحبي، وبتشوحي برضو التومة بالبصل بقرن الفلفل. انا زودت عشان هي كانت ايه مش حاطة حاجة بسيطة يعني، زودت انا شوية سمنة تاني. المهم ايه فهتشوحها بس تشويحة بسيطة. خدت بالكم انا واخده المعلقة منها، اعملوا ما خدتوش بالكم. المهم هقلبها شوية وهي بتضرب لي الطماطم في الخلاط في الكبة، عشان انا بحب اعمل البطاطا الطماطم بحب اعملها ايه يعني مش احب ازودها مية، لا انا بضربها كده في الكبة كده زي البصل، يعني بتبقى مركزة وحلوة. بشوح شوية كده وبعدين بحط معلقة كزبرة ناشفة زي ما احنا متعودين، وبشوحها شوية وبعدين احط الطماطم اهو. بصوا يعني مش بتحمر ولا حاجة، لا بيضة زي ما هي، بس يا دوبك بس ايه تدبل بس عشان ريحة البصلة بس تدبل بس تتبيلة بسيطة كده. المهم قلبتها شوية، ودلوقتي هجيب الكزبرة الناشفة زي ما تعودنا. خليكم معايا ثواني بس. جبت الكزبرة الناشفة وهحطها. المهم وضربت القوطة في الكبة وهحطها دلوقتي، فلازم